يا ترى إيه هو الإعجاز في قول الله تعالى في سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. في البداية ما تنساش تدعمنا بلايكك الجميل وتشير الفيديو علشان غيرك يستفيد، فالدال على الخير كفاعله. في الأول معنى رتقا يعني كانتا ملتصقتين بلا فاصل، ففتقناهما أي فصلنا بينهما بالهواء. في مؤتمر الشباب الإسلامي واللي انعقد في الرياض سنة 1979 ذهل العلماء لما سمعوا الآية الكريمة دي، وقالوا فعلا إن الدراسات الحديثة أثبتت إن الكون كان عبارة عن سحابة سديمية دخانية غازية هائلة ومتلاصقة، وبالتدريج اتحولت لملايين الملايين من النجوم اللي بتملى السماء. وساعتها صرح البروفيسور الأمريكي بالمر وقال أن ما قيل لا يمكن أن ينسب لشخص مات من 1400 سنة، يعني مش هو اللي مؤلف الكلام ده من عنده، ولأنه ما كانش عنده تلسكوبات أو سفن فضائية تساعده على اكتشاف الحقائق دي، فلا بد أن الذي أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خالق ذلك، هو الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية المؤتمر أعلن البروفيسور بالمر إسلامه بسبب هذه الآية. فسبحان الله في خلقه، سبحان الله العظيم. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله، ما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.